السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. شايفين ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ يعني حمار وحلاوة، طعم وريحة الله اكبر عليها. حلوة قوي قوي. والطريقة طبعا انا مصوراها بكل تفاصيلها وخطواتها في الفيديو اللي قبل ده على طول. اللي عايز يا جماعة يخلي الفسيخ على اصوله ويطلع معاه مزبد واحمر بالطريقة دي، والله يعني بصوا زي ما عملت بالظبط كده معاكم في الفيديو، هو اللي طلع معايا ما شاء الله. وبرده هي المدة اللي انا محدداها 13 يوم، يعني هي نفس المدة بتطلع معاكي الحاجة مستوية وجميلة وزي ما انتم شايفين كده. نفتح عليه بقى اهوت، بوريكم من الاول. اول ما فتحت عليه خالص قعد 13 يوم، يعني في الصيف ده من 12 ل 13 يوم، ما تقلليش ولا تزودي. ما شاء الله طالع مستوي ولا منفوخ ولا اي حاجة. اللحم احمر وجميل زي ما انتم شايفين كده ومورد كده، والطعم عادب وطعمه تحفة وريحته والله العظيم كانت جميلة جدا. مش الريحة المنتنة اللي تقرفي منها، لا خالص، الريحة كانت حلوة قوي. ريحة حاجة مخللة، يعني مخللة كده بالملح، يعني ريحتها حلوة، ما ان انت ما تقرفيش منها ولا اي حاجة. شايفين طالع عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد، على الجمال وعلى الحلاوة بتاعة الفسيخ. طبعا شم النسيم داخل علينا، هتعملي الطريقة ومش هياخد معاكي يعني حاجة. زي ما انت شفت الخطوات في الفيديو الاولاني هتعملي كده زيها بالظبط. اهم حاجة السمك زي ما قلت لك في الفيديو الاولاني برضو، ان يبقى السمك طازة بوري على اصوله، ما يكونش اللي هي التبارة دي. شايفين ما شاء الله طالع كده عامل ازاي؟ السمكة تحسها مزبدة كده وحلوة. وهنفتح دلوقتي ونوري بعض بقى الجمال كله. نقطع كده الديل، وطبعا شطفناها من الملح الاول عشان الملح بيبقى خشن عليها. هنجيب بقى بدل مش عارفين نعملها بالمقص كده حبايب قلبي، كده بالسكينة احسن عشان المقص كانت الراس كبيرة عليه. نيجي نفتحه بقى معاكم وشوفوا الجمال، اللهم صل على الحبيب النبي، على الجمال وعلى الطعامة وعلى الحلاوة. ولا انضف من كده ولا احسن طبعا من حاجة البيت وعمايلها النظيفة وطبعا مش زي الاسعار الخيالية اللي بنشوفها بره. انت بتجيبي الكيلو ب180 جنيه، لو جبت 2 كيلو ما شاء الله يطلع معاكي كمية كويسة جدا، وطبعا ارخص واحلى من بره. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، على الحلاوة والجمال. شايفين عامل ازاي؟ زبدة والله العظيم، طعمه وتحفة ومزبت كده وعادب وجميل، حلو قوي. نحوش بقى كده الحاجات اللي على الجدار ديت عشان يبقى كل حاجة كده فيها نضيفة وحلوة. شايفين السمكة سمينة كده وحلوة ومزبدة كده ما شاء الله. نحوش بقى الله على الجمال. شايفين الحتة دي العشق بقى، اللي بحب بقى الفسيخ قوي ولو بقى في الجمال ده، يا سلام على الشوكة بتاعتها دي. شايفين مش بسكينة ولا بمعلقة، بوريكم بس ان هو شوفوا مزبت كده. شايفين الحمار والحلاوة والجمال، طعامة وجمال بقى مفيش بعد كده. زبدة زبدة بجد، والله جريته ريقي. الطعم حكاية، والريحة يعني السمك طعمه حلو قوي، وان هو مش حادق ما يتعبكيش، لا تحفة بجد. جربوها الطريقة ديت ومش هتندموا. مش عايزين افتكاسات بقى اللي يعملوا كل واحد له طريقة، بس دي اسهل طريقة يا جماعة وحلوة جدا جدا. شايفين السمكة تحسها ايه، سمينة كده. الصفار اللي بيبقى في الجلد ده زي السمنة كده، بيخلي السمكة سمينة كده معاكي ولحمها طري كده وحلو. شايفين بعد بقى ما خلناها كده، وبقيت الكمية دي يا جماعة انا عملتها لبيتي، عملتها كلها خليتها كده وحطيت عليها كمية من الزيت، زيت نضيف طبعا، كمية محترمة كده من الزيت، غطيتها بيه خالص في بطرمان او في اي حافظة تلاجة صغيرة كده بالغطا بتاعها، وحطيه في الفريزر. طلعي منه وقت ما انت عايزة، عشان لما بنحطه